السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. كما كتسمعوا كنهضر بالدارجه لانه كاين واحد من المتابعين ديالنا اللي عطانا هذه الملاحظه وقال لنا بانه كنتوجهوا الناس مغاربه كيهضروا بالدارجه، علاش لا نتكلموا بالدارجه؟ داكشي علاش اليوم غادي نديروا هذه النسخه ديال هذا الفيديو بالدارجه اضافه للنسخه الاولى اللي كانت بالعربيه الفصحى. نتمنى انها تعجبكم، بقاو معنا حتى الاخر وعطينا الراي ديالكم، الله يجزيكم بخير. واش نكملوا في هذه الصيغه هذه عربيه فصحى ودارجه ولا نخليوها غير العربيه الفصحى؟ كنشكركم بزاف، ما تنساوش تابوناو وديروا جيم، وعلى بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. وسط المدن والدروبه ديال المغرب كاين ديور تزادوا فيها ولاد وبنات وترباو فيها عائلات عاشوا فيها الحلوه والمره، وبين ليله ونهار كتولي حجر ورمله مواطيه بالارض. الترياب ما بقاش شي حاجه غريبه ولا عادي نشوفوه في كل مدينه وكل نهار، سواء اللي ساكن في براكه ولا حتى اللي ساكن في ديور ورثها على جدودو، كلهم محكوم عليهم بالترياب. كيقولوا باغيين ينظموا المدن ويحيدوا العشوائي، ولكن واش هادشي بصح؟ واش ماشي لوبيات ديال العقار اللي باغيين يهرفوا على الارض باش يديروا فيها مشاريعهم؟ واش ماشي حيت المغرب غادي ينظم كاس العالم 2025 وكاس العالم 2030؟ من 2004 استفدت اكثر من 366 الف عائله و62 مدينه نقاوهم من البرارك، ولكن من 2018 حتى ل 2021 ما كان كيستافد غير 6200 عائله في العام، ومن 2021 حتى ل 2025 طلع العدد ل 18500 عائله في العام. في كازابلانكا باش يديروا سكن 62 الف عائله، ميزانيه ديال 18 مليار و 600 مليون درهم مغربيه. وعلى الصعيد الوطني البرنامج باغي يوصل ل 120 الف اسره بين 2024 و 2028 بفلوس كتوصل ل 61 مليار ديال الدرهم، منها 14 مليار عطيها وزاره الاسكان بوحدها. ولكن الارقام ما كتحميش الضرر، ناس تهجروا وذكريات ضاعت وما بقاش الامان. واش هذا هو التقدم ولا غير تزواق الحيوط على حساب البشر؟ واش معقول نبنيو مدينه جديده فوق ديور جدودنا بلا ما يكون تعويض؟ شحال من عائله ما عطاوهاش بديل قبل ما يهدموا ليها، وشحال من وليد وبنيه ما غاديش يلقاو فراشهم وما يكملوش قرايتهم. حصول ممكن تبنيو ديور جديده، ولكن الا هدمتو ديور الكرامه باش غادي ينفعنا العمران؟ بلاد محتاجه اصواتكم. واش هذا هو النمو ديال بصح ولا العداله باقا معطله في بلادنا؟ اش بان لكم في هادشي؟ كتبوا لنا رايكم في الكومونتير. كلمه الخير كتبني وتدوم، والمستقبل بين يدينا غدا واليوم. وكيف قالوا الناس الغيوان، تبني وتعلي وتمشي وتخلي، عقلك مدني يا خيب الحالة. تبني الحيطان تشرب الكيسان، تسكن في الفيلا وغيرك في نوالة، تحقر الفقير وتقول التغيير، وانت شفيفير ما تسواش نعالة، تزور الوراق تشهد بالنفاق وتتكلم بجهالة. أصلك بخيل شالك نعيل، عيشك قليل يا عصيد النخالة، ظنيتي راسك خالد وانت الزوالة، ما دامت الحد أخرها القبر وحر السوالة. قناة آرك، حيث يلتقي عبق الثقافة المغربية بجوهر التسامح. هنا نروي الحكايات، نكشف الجمال، ونبني جسور التفاهم بين الماضي والحاضر، بين المغرب والعالم. إذا كنت تؤمن بقوة الثقافة، بقيمة الحوار، وبجمال الاختلاف، فأنت في المكان الصحيح. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، لأن رحلتنا بدأت الآن.